أستاذة هاجر، بعد إذنك. بصيت له والورق كان لسه على إيدي. اتفضل اقعد يا أستاذ زين. قعد على الكرسي. أنا كنت عايزة أقول معلش بس يا أستاذ زين، هو حضرتك قبل ما تفتح باب المكتب خبطت؟ الإجابة هي لأ. فحضرتك هتقوم كده زي الموظف المحترم وتخبط على الباب. أبو هو بيهمهم بالكلام وخرج بره المكتب وخبط. سمحت له بالدخول. أستاذة هاجر، بعد إذنك. اتفضل اقعد يا أستاذ زين. قعد على الكرسي. أنا بس كنت عايزة أقول معلش يا أستاذ زين، هو حضرتك قفلت الباب ليه؟ هو ما تعرفش إن أنا مانعة الموضوع ده عشان الخلوة؟ اتفضل قوم افتحه وخبط من جديد. عمل كده فعلا وينعاد السيناريو من تالت. أستاذة هاجر، ده الورق اللي كان مطلوب مني. أخدت منه الملف وابتديت أبص فيه. إيه ده؟ ده عبث أو جهل. حضرتك يا فندي غلطان إملائيا. سمعة الشركة هتبوظ عشان ألف لينة. أنا قلت مليون مرة مفيش تهاون عندي في العمل، وعلشان كده حضرتك مخصوم من مرتبك. اديته الملف. اتفضل الملف بتاعك اهو. أخده مني وفضل باصص لي بنظرات أنا معرفتش أفسرها. تقريبا كده هيقوم ويخلص عليا. خلصت الشغل ولميت حاجتي وركبت العربية جنبه. أتحرك يا فندم. بصيت له وحاولت أكتم ضحكتي. اتفضل يا أستاذ زين. بعد شوية عن الشركة. ده أنا هطلع عينك. بقى أنا جاهل؟ وبعدين الخلوة إيه يا أم خلوة؟ هو أنت واعية لنفسك؟ مش أخلاق دي يا أستاذ زين. سيبنا لك الأخلاق كلها يا أستاذة. ولا أقول لك يا مراتي، همست في سري. كانت وصية سودة، وصية مهببة. سامعك على فكرة. ما تسمع، هو أنا هخاف منك؟ مش هولاك أنا، بس في حاجة اسمها أخلاق واحترام الزوج، ولا أنت ما تعرفيهاش؟ وبعدين هي دي مش أخلاق يا أستاذة هاجر، صح ولا لأ؟ سيبنا لك الأخلاق كلها يا أستاذ. نزلنا من العربية وركبنا الأسانسير. وصلني قدام الشقة بتاعتي، ففتحتها بالمفتاح ودخلت. كنت لسه هقفل لقيت رجله بتمنع الباب. بقى بذمتك بقى دي أخلاق زوجة محترمة؟ مش المفروض تعزمي عليا إن أنا أدخل؟ احلم على قدك يا خفيف. يلا امشي بقى. إيه؟ مش هتتغدي؟ ما احنا لسه متغدين في الشركة يا زين، هو في إيه؟ طب لو احتجتي حاجة خبطي عليا. حاضر. حاجة تاني؟ لا لا لا، خلاص. مشي وكان هيفتح باب شقته، فاتكلمت بصوت عالي. على فكرة أنا مسافرة بكرة اسكندرية تبع الشغل، واتفقت مع الناس خلاص، وأنا فعلا بحطك قدام الأمر الواقع. باي باي. قلت كده وقفلت باب الشقة بسرعة وحطيت المفتاح في الباب عشان ما يفتحش الباب. فضل يخبط وأنا دخلت أخد شاور وسبته مع نفسه. أخدت الشاور وخرجت من التويلت. لبست أكتر سلوبيت بحبه. لميت شعري وحطيت الكابش على راسي. دخلت أعمل كاكاو وأنا متدفية. كان صوت وردة مالي البيت كله. بتمر ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة. توحشني عينيك. أنا جيت اتكلمت بعصبية. أنت مجنون؟ وبعدين أنت دخلت إزاي؟ إزاي تدخل أصلا هنا؟ دخلت من البلكونة. أصل محسوبة جوزك كانت هوايته يعني قديما النط من على البلكونات والمشي على المواسير. حرام يعني. بعد إذنك ما تتبليش عليا. الراجل مننا ملوش غير سمعته يا أختي، وانت عارفة. وبعدين أنا حسيت بروحك كده وهي بتناديني وطلع إحساسي صح. أنا هو قلتلك لما تحتاجيني هتلاقيني. انت ازاي تعمل كده؟ وازاي تدخل البيت أصلا ولا لوحدي؟ ايه يا زين، هو في ايه؟ زين. لو انت مش فاكرة زين ده يبقى مين، فزين ده يبقى جوزك. زي ما انت جريتي زي الفيران. وبعدين ما تفوقي، انا جوزك يا حبيبتي والكل عارف كده. طب اخرج، اخرج حالا وروح شقتك، والا. لسه ما كملتش كلامي كان خرج بره المطبخ. خرجت وراه لقيته راح ويقعد في الصالون بكل أريحية ولا كأنه بيته. انا عايزة انام على فكرة. بجد؟ طب خلاص. ابتسمت عشان هيمشي فكمل كلامه. تعالي نامي في حضني يا حبيبتي. رحت وقفت عند باب الشقة بسرعة. تعالي. بهزر يا ستي. أقسم بالله أصوت وألم عليك الناس. أنا مجنونة وأنت عارف كده كويس. طب خلاص، تعالى اقعدي ونتكلم زي الناس الطبيعية. ما ردتش عليه فكمل وقال عايزة تسافري ليه؟ عشان الاجتماع يا زين. انت عارف ان بابا كان نفسه يتعاون معاهم وجا حوار تعبه وموته عطل الدنيا، وده كان آخر حلم ليه.
أنا بس لو ابن عمك أنا مالي بيه. أنا محترمة فكرة إني على ذمتك على فكرة. وبعدين ما ينفعش محضرش الاجتماع، وعمي مش هيقدر يسافر عشان تعبه، فالاجتماع لازم يكون هناك في اسكندرية، وهو كمان لازم يحضر. ما تنساش إنه مسؤول عن الفرع بتاع اسكندرية. فضل ساكت شوية وبعدين قال موافق، بس بشرط هاجي معاكي، ولو على الشركة فمحي يعرف يتصرف. بس ما تنساش حدودك هناك جوه الشغل، احنا حاجة وبره الشغل حاجة تانية يا زين، خليك فاكر. ليه؟ عشان دايما المشاعر لما بتدخل في أي حاجة بتبوظها، وده شغل حياتنا اللي بره ملهاش أي علاقة بيها. تمام؟ أنا وزين كاتبين كتابنا من 3 شهور. هو كان شغال في الشركة عند بابا كرئيس تنفيذي للشركة. بابا كان بيحبه قوي، كان بيعتبره زي ابنه. أنا كنت مستغربة إزاي واحد في سنه ده يبقى شغال في منصب زي ده، تاني منصب بعد صاحب الشركة. بس لما اتعاملت معاه في الشغل فهمت هو ليه أخد المنصب ده. وبعد ما بابا مات ب2 شهر كان المحامي بتاعه جه عندي، فتح الوصية وطلب حضور زين. ساعتها قلت تلاقي حاجة عشان الشغل، أصل إيه اللي هيجمعني بزين غير الشغل يعني. بس اللي عمري ما توقعته إن بابا كان طالب إن أنا وزين يتكتب كتابنا، وتبقى في نفس الوقت فترة خطوبة. ساعتها صرت جدا ورفضت. أصل اتجوزه ليه وأنا أصلا مش بحبه، وهو كمان على فكرة مش بيحبني. بس اللي جنني أكتر وكان غريب رد فعله. قال لي قرري انتي، ولا تحت أمرك، ولا كأن القرار يخصنا إحنا الاتنين. وافقت وأنا مغصوبة وقلت مش مهم، كده كده دي خطوبة مش جواز. وطبعا اللي حواليا رفضوا، وكان أكبر رافض للموضوع ده عمي وابنه إسلام. بس ما اهتمتش برأيهم، كان أهم حاجة عندي إنه يكون مرتاح، حتى لو أنا كنت محطوطة في وضع زي ده. وبعد ما اتكتب كتابنا زين اشترى الشقة اللي قصاد مني، لأن البرج بتاعنا عشان يكون معايا وبس. وبعد ما سافرنا الحمد لله على السلامة رفعت حاجبي. هو ده كان اتفاقنا برضو، الشغل اللي جايين عشانه هو الاجتماع وبس، واحنا مش في الاجتماع. ماشي يا زين ماشي، لما نشوف آخرتها معاك ايه. آخرتها فل إن شاء الله. دخلنا الفندق وحجزنا الأوض لينا، وأنا كنت قاعدة مستنياه في الريسبشن. اتكلم بحزن. فندق مش محترم على فكرة. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ كان عندي أمل يقولوا المتاح أوضة واحدة يا فندم، بس للأسف ما حصلش. فندق قليل الأدب صح؟ لا، ده أنا اللي قليل الأدب. بطلت تتكلم بوقاحة، فاهم؟ عمرك جيتي اسكندرية قبل كده؟ لا، وهبط واتفسح. طب اطلعي بقى خدي شاور، وكمان ساعة هننزل. وفعلا طلعنا الأوض، وبعد ساعة خبط على باب الأوضة بتاعتي. فتحت الباب بهدوء. يلا قال لي كده ومسك إيدي. لا، ده انت استحلتها بقى. أنا بس خايف لا تتوهي. هو انت جيتها قبل كده؟ لا والله دي أول مرة. سكت وركبنا العربية بتاعته اللي احنا جينا بيها. بتحبي وردة صح؟ هزيت راسي بهدوء فشغلها، وابتدى يدندن معاها ويبصلي. وكانت أغنية وبحبك والله بحبك قد العين الصوت بحبك. قفلت الأغنية وبصيت له بقلق. زين، انت بتعمل كده ليه؟ أنا ابتديت أخاف منك، أنا أصلا بحسك كده مثير للريبة. مثير للريبة؟ انزلي انزلي يا هاجر، انزلي يا ماما. نزلت من العربية وهو جه ومسك ايدي فضحكت. دخلت الكافيه، فضلت أبص حواليا وأنا مش عارفة أنزل عيني من حلاوة المكان. اتكلم ساعتها بهدوء. ايه رأيك؟ يجنن يا زين يجنن والله. كان كافيه الأبواب بتاعته من الخشب، صوت فيروز كان مالي المكان، وكان في ركن في الحيطة عبارة عن صور لأجمل فنانين زمان. لفت نظري بلكونة اللي كانت مليانة زرع وحواليها عمارات قديمة وجواها كرسيين. اتحركت زي المسحورة ناحيتها، فزين اتكلم. تحب نشرب القهوة هنا؟ هزيت راسي بمعنى خرج من البلكونة وراح يقول للبنت طلبنا. بصيت عليه لقيته بيطلع لها حاجة من على الفون وهي ابتسمت له. ما ركزتش قوي، وبعدين جه وقف جنبي، فضل باصص لي وعيونه بتبتسم. زين، انت بتبصلي كده ليه؟ يعني مش عارفة؟ ايه الطقم وحش ولا ايه؟ القهوة جت فأخد بتاعته وحطها على سور البلكونة، وبتاعتي كمان حطها قدامي. اتكلم بحسرة. الطقم؟ اشربي يا هاجر أو اطفحي، مش فارقة يا حبيبتي. شربنا القهوة، وبعدها قام علشان يحاسب، وجه وهو في إيده شنطة هدايا ادهاني. ايه ده؟
دي عشاني؟ هز راسه معنى أيوة. فتحتها بسرعة لقيت عيوني مرسومة ومكتوب تحتها بخط متزورف: يا رموش قتالة وجرحة وعيون نايمانة وسرحة، يا عين أديكي عمري بحاله وديني انت الفرحة يا عين. دي تحفة يا زين، بجد اشمعنى عيوني؟ شوفي بقى الهدية وانت تعرفي. بصيت في الشنطة لقيت فيها كرتونة صغيرة ففتحتها. كان اللي جواها فنجان قهوة أبيض ومرسوم عليه الست ومكتوب عليه: يا معين شغلوني لكن ولا شغلوني إلا عيونك أنت. فضلت بصة للفنجان والرسمة وما ردتش. اتكلم بقى. لأ. إيه؟ وحشة؟ دي تحفة يا زين، دي تحفة بجد. مسك إيدي. طب إيه؟ يلا. هنعمل إيه؟ هننزل نتفسح. تعالي هتعرفي كل حاجة لما نروح. ركبنا العربية وبعدها رحنا للشارع. كان عبارة عن كتب كتير موجودة على الأرصفة. تحب تجيبي رواية معينة ولا حاجة على ذوقي ولا الاتنين؟ بص، أنا أنا عايزة كتاب معين، أنا هقولك عليه. لا. لا ليه؟ أنت عارفة الكتاب اللي في دماغك ده بيتكلم عن إيه؟ لا. طب الحمد لله، أنا من رأيي أجيبلك على ذوقك، لا نروح في داهية بسبب ذوقك ده. هي الرواية اللي أنا بقولك عليها دي بتتكلم عن إيه؟ البطلة خلصت على اللي بيحبها. الله، أنا عايزاها يا زين. لا، كفاية عليكي روميو وجولييت وهجيب على ذوقي. كنا قاعدين على شط اسكندرية وكتاب روميو وجولييت على رجلي، هو وباقي أجزاء قواعد جارتن، والجزء الأول في إيدي بقراه. عجبتك؟ شخصية غفران تحفة يا زين. ياه، يبقى روحنا في داهية. هو أنت متضايق من الرواية ليه؟ وما كنتش عايزني أجيبها ليه؟ وأنت مالك بغفران ونديم؟ حقيقة يا هاجر أنا واقع في غرام غبائك. ما ردتش عليه وبصيت في الساعة. طب بقولك إيه، يا دوب نلحق نروح الفندق ونغير عشان الحفلة. قلت كده وأنا بقوم، فمسك إيدي وقال لي: يلا بينا. كنت لابسة فستان أحمر. فتحت باب الأوضة لقيته واقف قدام الأوضة. كان لابس قميص أسود وبنطلون أسود، والبليزر كان لابسه لونه كافيه. قرب مني: شكلك زي القمر. ضحكت. هو كمان ابتسم على كسوفي. هو إسلام هناك؟ أكيد هيبقى هناك، مش دي حفلة تبع الناس اللي احنا هنشاركهم؟ طب اعملي حسابك إنك مش هتتحركي من جنبي. رفعت حاجبي. وده ليه يعني إن شاء الله؟ من غير ليه، الله يكرمك، خلينا حلوين مع بعض. وصلنا هناك وبدأنا نتكلم مع أستاذ أحمد اللي هنشاركه. كانت الحفلة معمولة احتفال بعيد جوازه 30 على مدام هادية. ازيك يا هاجر؟ كان إسلام بيكلمني ومادد إيده عشان أسلم عليه. لقيت زين بيمد إيده ويسلم مكاني. معلش بقى، أصل هاجر مش بتسلم. لف إيده حوالين وسطي. مش كده يا حبيبتي؟ بصلي إسلام باستغراب. وده من إمتى ده؟ من ساعة ما اتجوزنا. ما ردش إسلام عليه، فكمل: عن إذنك هروح أرقص أنا ومراتي. كل ده وأنا ساكتة، ما كنتش حاسة غير بقلبي اللي بقى بيدق بطريقة غريبة وجديدة عليه. همس في ودني: ترقصي؟ ما ردتش عليه، فكمل وقال لي: يبقى لف إيده حوالين وسطي. حطيت إيدي حوالين رقبته، شدني عليه جامد. عينه كانت مركزة معايا بشكل غريب. لأول مرة أخد بالي من جمالها، كانت شبه النجوم اللي في السماء. وابتسامته كانت شبه البدر في ليلة اكتماله. ملامحه كانت أول مرة أخد بالي منها، ملامحه كانت تشبه السماء. بدأ يلففني وخلاص الرقصة انتهت وكل حاجة رجعت لأصلها. ساعتها بصيت له همست له: تيجي نمشي خلاص؟ متضايقة؟ أبدا، مش مرتاحة. تعرف إني كمان مش مرتاح؟ كلهم هنا متكتفين وبتوع مظاهر وبس. قال كده واتحركنا ناحية العربية. كنت طول الطريق ساكتة لحد ما العربية وقفت في طريق مقطوع. إيه؟ وقفت ليه؟ أبدا، شكلها كده عطلت. يعني إيه عطلت؟ عطلت إزاي؟ هو أنا اللي عطلت؟ شغلي دماغك ولو مرة أبوس إيدك. افتكرت اللي عمله هناك قدام إسلام، فاتكلمت بعصبية: وبعدين هو أنت إيه اللي حببته هناك ده؟ أنت إزاي تقرب مني بالشكل ده؟ هو أنا عملت حاجة حرام؟ أنت بني آدم مستفز. طب بقولك إيه، وفري عصبيتك دي لأن شكلنا مطولين شوية. العربية محتاجة ميكانيكي. طب اتصل بأي حد. أنا تليفوني في الفندق. في حد بينزل من غير تليفونه يا بني آدم أنت؟ طلعت موبايلي ولقيته فاصل شحن. هنكلم مين؟ أنا تليفوني فاصل. ضحك، فغصب عني ضحكت معاه. شكلك كده فانيلا مقطعة بجد. طب هنعمل إيه؟
هنستنى أي عربية تحن علينا. قال كده وقعد على الأرض، وأنا قلعت الهيلز لأن رجلي كانت خلاص ورمت بسببها، وقعدت جنبه على الأرض وأنا مكشرة. ابتديت أحاول أدفي نفسي، فقلع البليزر بتاعه وحطه على كتفي. كده أحسن؟ هزت راسي بمعنى أيوة. كنت سرحانة في السما شكلها حلو قوي. دي نجمتي اللي أنا بحكي لها كل أسراري. وأنت فين نجمتك؟ نجمة؟ ليه يبقى ليا نجمة؟ يا خبر يا زين، هو أنت ما تعرفش إن كل إنسان ليه نجمة هتفضل ملازماه العمر كله؟ يحكي لها أسراره ويومه وإيه اللي حصل فيه. ده أنا من غير نجمتي كان زماني ميتة. تعرفي إن أنا كمان ليا نجمة؟ طب هي فين؟ مكانها معانا هنا على الأرض عشان تفضل ملازمة قلبي. لما بصيت في السما دلوقتي لقيت النجوم بتشكل وشها. على فكرة الجو حلو جدا، ناقصه بس الست ويبقى كامل من كله. بدأ يدندن الليل وسماه ونجومه وقمره وسهره وانت وانا. عقدت حواجبي. زين، هو انت بتحب؟ بحب بس ده انا عاشق ولهان. شفت اللهفة في عيونه أول ما جاب سيرتها، فاتكلمت في حزن معرفش ليه. طيب اوصفها لي كده. من ناحية ايه؟ حلوة؟ أخاف أقول عليها حلوة فأكون بظلمها، وأخاف أقول عليها تشبه القمر فأكون بظلمها أكتر. أصلا ملهاش شبيه، ده القمر هو اللي يشبه لها. عارفة، بحب جنونها، بحب عفويتها. لما بتسمع الكلام بتبقى بتجنن، ولما مش بتسمع الكلام وتقول الكل طز بتبقى بتسحر. أنا واصل معاها لمرحلة إني بقيت بحب عصبيتها، قابلها بكل عيوبها قبل مميزاتها. ما ردتش عليه فسألني وانتي؟ أنا أحب؟ الحب ده شيء ساذج، مش للناس الواقعية والمنطقية اللي زيي. شوف نهايات اللي بيحبوا بتبقى إيه. عندك روميو وجولييت اللي انت جايب لي حكايتهم النهاردة. هو مات مسموم وهي ما قدرتش تستحمل فراقه فموتت نفسها. عبلة وعنتر والحب اللي كان قاسي عليهم. وحبيب ليلى اللي بقى مجنون في الآخر. بقى بذمتك ده حب؟ ده جنان يا زين. وليه ما تجربيش انتي بنفسك؟ مش يمكن تكون النهاية غير؟ مسكت ايده بتلقائية وحطيتها على قلبي، وقلبي ده لو انجرح يا زين هيكون له بديل؟ ما ردش عليا فكملت. على العموم انا ما اقدرش امنع عشاق من بعض يا زين. نرجع القاهرة وتطلقني وتروح لها، واسفة بالنيابة عن بابا عشان ورطتك. قلت كده ووقفت بسرعة بعد ما شفت عربية جاية، وزين قام وقف وشاور لها وركبنا معاهم. انتي صح، كنا بنتكلم عادي في الشغل بعد ما خلصنا الاجتماع، بس لقيت إسلام بيحط إيده مرة واحدة على كتفي، وقبل ما أرد عليه لقيت زين مسكه وزقه فوقع على الأرض. انت عبيط يالا ولا إيه؟ إزاي تلمسها كده؟ قام إسلام اللي على الأرض وكان هيضرب زين. وانت مالك انت؟ بنت عمي وانا حر فيها. زين لف ايد إسلام ورا ظهره. حر؟ حر دي لو ملهاش راجل ومش متجوزة. بدأت الخناقة ما بينهم، واللي فضلها كان عمي، وانتهت براس زين اللي كلها اتملت باللون الأحمر، ووش إسلام اللي كله كدمات. مسك إيدي واتكلم بحدة. يلا، كنت هتحرك معاه بس وقفني عمي. يلا فين؟ هو انت فاكرها وكالة من غير بواب ولا ايه؟ ضغط على إيدي جامد وغمض عينه وهو بياخد نفس عميق عشان يكتم عصبيته. نعم، انت بقى فاكر انك بالحركتين دول هتخليني اقول لأ؟ بنتنا في ايد أمينة ومع راجل بيخاف عليها. فوق يلا، انت متجوزة عشان تلهب فلوسها ولا ايه؟ ساعتها وقفت قصاد زين. انت ازاي تمسك جوزي كده؟ وازاي تكلمه بالاسلوب ده؟ رد إسلام. انت مش فاهمة حاجة، هو عايزك علشان فلوسك، وما صدق حوار وصية عمي وعمل كده عشان يوريكي انه بيغير عليكي، يوهمك بحبه. الموظفين كلهم ابتدوا يتكلموا، كله بيبص لزين، فاتكلمت بهدوء. الحقيقة يا إسلام إن أنا مش دقة عصافير، واللي عايزني عشان فلوسي هو انتوا. أنا واخدة بالي من الحسابات اللي بيتلعب فيها، ولو كنتوا ناسين إن أبويا لما فتح الفرع ده فتحه علشان يساعد عمي فأنا بفكركوا، أصلي ممكن أصفي الفرع ده أو حتى أفصلكوا. قلت كده وأخدت زين ونزلنا. بصيت له واتكلمت بهدوء. ما تقلقش يا زين، اللي حصل ده مش هيغير حاجة. شوف انت عايز تطلقني امتى وانا تحت امرك. اطلقك؟ حقيقي انا ما شفتش بني ادم اغبى منك. عملت كل حاجة عشان تقول ان انا بحبك وانتي مش فاهمة.
ده أبوكي نفسه كان فاهم ده. جيت على نفسي واستحملت كلام الناس اللي ما بيرحمش، وطول ما أنا ماشي في الشركة أسمع كلام زي السم، وإني اتجوزتك عشان فلوسك، ولا كأني كنت في المنصب ده من بدري. استحملت معاملتك اللي زي القرف، وقلت لنفسي معلش يا زين، هي اتحطت قدام الأمر الواقع. كنت بتدوري على أي حجة عشان تطلبي الطلاق، وكأني تقيلة على قلبك. هو أنت حبيتني بجد؟ طب إمتى؟ هو أنا فيا إيه يتحب؟ رد بندم حقيقي، كان ندمان عشان حبني. فيكي إيه يتحب؟ قولي ما فيكيش إيه. عارفة، ده غباء مني. ما هو صح، إزاي إنسان في الأرض يبص النجمة في السما، ما السما عالية عليا، ويبقى عايز يجيبها؟ وحتى لو حبيتك، الحب مش كل حاجة. روحي لعمك وابنه، روحي اختاري صح المرة دي، روحي اختاري اللي يليق بيكي، عشان ما بقاش عندي طاقة أكتر من كده إن أحاول. خلاص، هي خلصت يا هاجر. غمضت عيني وفضلت واقفة في مكاني. روحي، أنا مش عايزك تبقي معايا، افهمي، لازم أفوق من الوهم ده. روحي للي عايزينك بجد عشان فلوسك. حاولت أمنع دموعي، بس أنا بقولك روحي خلاص، أنا ما بقتش عايزك في حياتي. قال كده، وبعدها اداني ظهره وركب العربية ومشي. كنت واقفة بحاول أستوعب اللي حصل. ابتديت أفسر سرحانه الكتير فيا، محاولاته عشان يبسطني، تلميحاته الكتير ليا، قد إيه أنا غبية غبية. ولما رجعت الفندق عرفت إن هو مشي. ساعتها سافرت أنا كمان، كان عندي أمل إن أشوفه في البيت، بس برضه كان مشي منه. قلت تلاقيه رجع عند طنط وعمه، بس دول كمان ما كانوش عارفين هو فين. ده كأنه فص ملح وداب. فتحت المكتب بتاعه بعمق. أنا لو كنت غبية فأنت أغبى. جاي تختفي دلوقتي؟ ممكن تطلعي برا، أنا جاية عشان أقدم استقالتي. وماشي تاني. لا مش خارجة يا زين، أنا مش خارجة. عايزة إيه؟ حضنته جامد. عايزة أقولك إنك أنت الحاجة الوحيدة الصح في حياتي يا زين. بعد عني. طب والناس؟ أنت في كل الناس يا زين. والحب اللي عبارة عن سذاجة. هنخلق أنا وأنت أجمل قصة حب. شدد على حضني. معرفش فضلنا قد إيه، بس كل اللي أنا أعرفه إني أخيرا ارتحت بعد عدم راحة استمرت شهر. كان بيبصلي وعيونه بتضحك. زين، هو أنت بتبصلي كده ليه؟ يعني مش عارفة؟ طيب ما تبصليش كده. ليه؟ علشان إيه؟ يبقى يا زين، عشان بضعف وببقى عايزة أقولك إن أنا بحبك. حضني ورفعني من على الأرض وشدد عليا أكتر من الأول. أنا دلوقتي فهمت ليه الست قالت خليني جنبك، خليني وفي حضن قلبك، خليني. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فاعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا إن شاء الله الحكاية الجاية. أشوفكم على خير. باي باي. لو سمحت، لو سمحت. نعم حضرتك. هو أنت قاعد لوحدك ولا مستني حد هيجيلك؟ لا، قاعد لوحدي. في حاجة؟ حضرتك عايزاني في حاجة؟ هو بصراحة يعني أنا أنا عايزة أعترف لك بحاجة. بصلها باستغراب. اتفضلي. هو أنا حاسة كده بحاجة ليك. بصلها من غير فهم، فابتسم ابتسامة بسيطة وقال معلش بس ما فهمتش حاجة، ممكن توضحي كلامك أكتر؟ بصت في الأرض وهي بتفرك في إيدها بتوتر، وبعدها غمضت عينها، أخدت نفس وقالت أنا بصراحة معجبة بيك بقالي كتير. قامت على طول تحت نظراته المستغربة وراحت للترابيزة اللي وراه اللي كانوا قاعدين فيها صحباتها وقالت يا ريتني ما لعبت اللعبة دي كانت هتوديني في 60 داهية. قوليلنا بس عملتي ايه؟ قولي. كنت مترددة في الأول، سألته يعني إذا كان في حد قاعد معاك ولا لأ. قال لي لأ، وبعدين بعدها اعترفت له بحبي ومشيت. وبعديها عمل ايه؟ احكي لنا. رياكشنات وشه مش فاكرة بصراحة، أصل أنا غمضت عيني وقلت بسرعة وبعدين مشيت. يوه، ما كنت استنيتي شوية. بقول لكم ايه، أنا قلقانة قوي. كان لازم يعني نلعب حقيقة أو جراءة دي وتخلوني أعمل كده؟ دلوقتي أودي بقى وشي منه فين؟ ما انتي كده كده كنتي معجبة بيه من الأساس. احنا هنعثر على بعض ولا ايه يا رنا؟ ما هو برضه مش طريقة يعني إن أنا أروح أقول له أنا معجبة بيك. المفروض هو اللي يقولها. حسها كده حركة غبية قوي مني. غمزت لها واحدة من صحباتها وهي بتقول بخبز
المهم إنك اعترفتي، وهنشوف في الآخر أخينا ده هيعمل إيه ولا هيسوي إيه. قالت واحدة تانية وهي بتبص على رنا: ولا مش ممكن ياخدك مننا ويخرجك وهوبا يعترف وهوبا تاني يتقدم؟ يا سلام، وندعي بقى عقبالنا زيكم وربنا يتمم لكم على خير. قالت واحدة تانية: ولا يتفق مع الجرسون إن يجيب الخاتم ويجهزوا الصينية ويجي لحد هنا ويقعد على رجله ويقولك تتجوزيني يا أميرتي؟ ابتسموا كلهم بخبث. فقالت رنا بصوت عالي: لا طبعا، ايه الأفكار البلدي دي والقديمة كمان؟ لا، ولا هيعمل أي حاجة من دي. هو زمانه أكيد بيقول ايه البت المجنونة دي، وكلام أكيد مش لطيف خالص عليا. وماله، معظم الشباب بتحب البنت المجنونة والهبلة والعبيطة. ايه يا بت، هو انت مش بتقري روايات ولا ايه؟ المشكلة يا بنتي إن أنا ما سمعتش أي كلمة منه. ما هو أنت السبب يا هبلة، عشان اتسرعتي ومشيتي على طول، ولا شفتي هل هو متضايق، فرحان، مستغرب؟ لأ، كنت عاملة زي العبيطة، جريتي على طول. طب أروح أشوف؟ هتشوفي إيه بقى؟ هي رياكشنات وشه هتكون ثابتة لحد دلوقتي مثلا؟ أو أقولك، بصت لها رنا بانتباه فكملت سحبتها بعد التفكير. بصي بقولك إيه، اعملي نفسك مثلا إنك رايحة التويلت، وبعدين بصي ناحية وشه وشوفي مثلا هل هياخد باله منك، هل لما يشوفك هيبتسم ولا هيجي عندك هيقولك حاجة. شوفي كده. تمام، فكرة جميلة، بس افرضي يعني مثلا قال لي حاجة ما عجبتنيش، خلاص يجي بداله 1000. الدنيا على فكرة ما بتقفش على حد يا أختي، وكمان أنا حاسة كده إن هو واقع عليك أنت كمان. بقولك يا بت، أنت مش قليلة برضو. غمزت لها في نهاية الكلام، فابتسمت رنا وقالت وهي بتقوم: صح، أيوة صح، وأنا حاسة بكده برضو. بقولك إيه، أنا هروح واجي وأقول لكم على النتائج. قامت وهي بتمشي ببطء وجت جنب الترابيزة بتاعته وبطأت في خطواتها أكتر. وشها كان قدام بس عينها على جنب، فلقيت إن هو ماسك الموبايل بتاعه وفي الإيد التانية ماسك القهوة ومركز في الموبايل ومش واخد باله أصلا منها. خبطت بجزمتها في الأرض جامد عشان تعمل صوت وهي ماشية، لكن كان هو زي ما هو ما اتحركش. فاتضايقت، ما عرفتش تعمل إيه. راحت ناحية التويلت، دخلت وقفت دقيقتين وبعدها رجعت تاني. كان قدامها الجرسون، مشيت. فكان خطر في بالها فكرة، وقفت قدام ترابيزة الشاب ونادت على الجرسون وقالت له: لو سمحت، أنا عايزة أشحن تليفوني. أشحنه فين؟ في كل ترابيزة فيها باريزة على جنب، هتلاقي عند حضرتك. كانت سامعة كلامه وهي بتبص على جنب، ولقيته التاني ده قاعد زي ما هو، حاطط رجل على رجل ومش منتبه لها أصلا. فقال لها الجرسون بعد ما شافها سرحانة: يا نسا، يا نسا. أيوة معاك. تمام تمام، شكرا ليك. مشي الجرسون، هي فضلت واقفة زي ما هي، حطت إيدها في بقها بتفكير، مش عارفة تعمل إيه. وقبل ما تمشي وترجع مكانها وقفت ثانية، ابتسمت بخبث، كملت مشيها، وقبل ما تخطي الخطوة التانية وقعت على الأرض. بس مسكتها إيد واحدة عجوزة وهي بتقول: مش تخلي بالك يا بنتي، كنتي هتقعي. بس طلع رنا بغيظ: كان لازم يعني يا حاجة تعملي فيها الخير دلوقتي؟ بتقولي حاجة يا بنتي؟ لا ولا حاجة يا طنط، شكرا ليكي، تعبتي نفسك. بصت الناحية التانية فقالت بصوت واطي: ده لو حد مات قدامك ولا هتحس أصلا، الشخص ده بس يا ربي. ومشيت وراحت عند صاحبتها وقعدت. فقالت لها صاحبتها: ها قولي ايه اللي حصل، قولنا، كلمك ولا عمل ايه؟ يلا قالك ايه؟ طب بصي شكله كان عامل ازاي، حلو ولا لا؟ بصت لهم رنا بضيق وقالت: ولا اي حاجه، غير انه حاطط رجل على رجل وبس. مش فاهمه قصدك ايه. رحت عنده ومشيت جامد عشان اعمل صوت، وهو كأني في دبانه ماشيه حواليه، ده حتى ما رفعش عينه حتى يشوف ايه في ايه. وبعديها وانا راجعه ناديت للجرسون، سالته اي سؤال هبل كده، وقفت قدام الترابيزه بتاعته انه ياخد باله حتى مني، ما حصلش. لدرجه ان انا وقعت نفسي عشان عديم الدم ده ياخد باله، وهو مش في الحياه اصلا. يمكن يا بنتي كان مركز في التليفون في حاجه، يعني حاجه شد انتباهه، ده لو معمول له سحر في التليفون مش هيكون مش واخد باله كده للدرجه دي. سكتت لثواني وهي بتبص في الارض بضيق، وبعدين قامت وقالت: بقولك ايه، انا الكافيه ده اصلا خنقني قوي ومش عاجبني، يلا انا استاذنكم، انا همشي بقى. طلعت برا الكافيه، شافت الدنيا بتمطر،
فوقفت في حتة تمنع نزول المطر عليها. مسكت الموبايل واتصلت بأوبر عشان يجيلها، وقفلت التليفون. وبعد 10 دقايق جت العربية قدامها وركبت. دخلت العربية وقعدت ورا، سندت جنب الشباك والعربية اتحركت. هي فضلت سرحانة في الطريق، فحست بخنقة في العربية. حاولت تفتح الشباك لقيته مقفول. لو سمحت ينفع تفتح لي الشباك من عندك؟ الدنيا لسه بتمطر، لو فتحت الشباك المية هتدخل. طب افتحوا حتى حتة صغيرة، أنا ما بقدرش أبدا إن أنا أستحمل الخنقة دي. ما ينفعش حضرتك. يا عم هدفع لك زيادة، ما تقلقش، مش هيحصل حاجة يعني لو فتحت حتة صغيرة، أنا بجد بتخنق. طب أنا هشغلك التكييف. هو إيه اللي هشغلك التكييف؟ أنا عايزة الهوا اللي بره، ولو على المطر هخليه يجي عليا أنا، ومش هتلاقي نقطة مية في العربية. برضو ما ينفعش، أنا ناقص بقى يجيلك برد ويحصل لك حاجة وتلبسيني مصيبة. بصت للشخص باستغراب اللي كان لابس طاقية مغطية نص وشه وجاكيت جلد كبير. وانت مالك انت؟ يجيلي برد، يجيلي سخونية، يجيلي مش عارفة ايه، يخصك ايه اصلا؟ مش راكبة في العربية بتاعتي؟ يبقى يخصني ونص. يخصني ونص؟ ايه العبط ده؟ انت مين اصلا ويخص مين؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ وعلى فكرة انا بقى هديك تقييم 0 في التطبيق، وهكتب لك انك واحد. سكتت بعد ما شافت تليفونها بيرن برقم غريب، ففتحت وسمعت صوت راجل. ايوه حضرتك، انا وصلت في المكان اللي حضرتك فيه، انتي واقفه فين؟ سكتت والتليفون كان لسه على ودنها. بصت قدامها بترمش من غير فهم، فبصت في التليفون بتتاكد ان الرقم اللي بيكلمها هو رقم حد. هو مين معايا؟ انا الاوبر اللي حضرتك طلبتيه من ربع ساعه، انا وصلت للمكان اللي حضرتك قلتي عليه، بس انا مش شايف حضرتك. سكتت. ايدها ابتدت تترعش وهي باصه للشخص اللي قاعد قدامها وبيتحرك بالعربيه بهدوء من غير ما يعمل اي حاجه. سمعت صوت الراجل اللي في التليفون. ايوه، ايوه يا عمي، انا مروحه البيت اهو. عمي؟ حضرتك بتكلميني انا؟ ردت عليه بضحك وهي بتحاول ان نبره صوتها تكون خاليه من اي توتر عشان ما تخليش اللي قدامها يشك. يا عمي قلت لك بطل نكتك السخيفه دي لانها بتفقع لي مرارتي. بقول لك ايه، حضرتك بتكلميني انا ولا بتكلمي مين؟ قولي لي حضرتك واقفه فين؟ هو ابنك شيكا موجود معاك؟ اصل وحشني قوي، وحشتني حركات الظباط بتاعته. هو صحيح يا عمي لسه منصبه زي ما هو بقى لواء؟ احلف بالله. قالت كده بابتسامه وهي بتحاول تبص للشخص تشوف ان كلامها كان جايب نتيجه وخليته يخاف ولا لا، لكن كأنها ما قالتش اي حاجه تقول للخوف ولا القلق، هو زي ما هو. كملت كلامها بس ما لحقتش تنطق بحرف. شافت التليفون فصل منها، قلبها اتقبض برعب وهي بتحاول تفتحه، لكن كل محاولاتها كانت فاشلة. حطت تليفونها على ودنها كأنها بتكمل كلامها، لكن سمعت صوت اللي قدامها وهو بيقول يعني التليفون ما قدرش يستحمل كمية الكذب دي كلها وفصل، ورغم كده ناوية تكملي؟ بس أقولك حاجة، تنفعي تكوني ممثلة، لا يعليكي التمثيل. انت مين؟ قالت الجملة دي بنبرة بيها من الشجاعة وهي بتبصله بكل جدية وتحدي رغم القلق اللي كان جواها، لكن ما حبتش تبين ده. عادي، اعتبريني مجرد شخص عادي دخل حياتك، وانت سعادتك تبقى مين بقى ان شاء الله عشان تدخل حياتي؟ ولا كأنك داخل الحمام وخارج منه عادي. هو دخول الحمام زي خروجه برضه ولا ايه؟ قصدك ايه؟ والله انا لسه مش انا اللي بادئ بدخول على حياة حد، انما شخص تاني هو اللي دخل من غير حتى ما يخبط على الباب. رفعت حاجبها وهي مش فاهمة حاجة من اللي هو قالها، فبصت جنبها للباب ومن غير تفكير مسكت مقبض الباب. قررت إنها تنط رغم الأذى اللي هيسيبها، بس أحسن من البقاء مع شخص مجنون عايز يخطفها. حاولت فتح الباب مرة واتنين وتلاتة لكن من غير أي فايدة. أنا من رأيي تقعدي توفري الطاقة اللي عندي دي والتفكير اللي حاسس إنه راح لبعيد قوي قوي قوي، وتسيبي العنان لنفسك كده واستمتعي. ده حتى الجو جميل وممطر وعاوز إنه يتقفل على كل المواضيع. على رأي سعاد حسني، أنا عايزة أعرف حضرتك تبقى مين؟ ابن عمك إسماعيل. ارتحتي؟ إحنا هنهزر بقى ولا إيه؟ ما هو أنتِ اللي مصرة تعرفي مين، فقلتلك أي هبد وخلاص. تمام، يبقى أنت بقى اللي جبته لنفسك. طلعت من الشنطة بتاعتها آلة حد صغيرة، قربت منه بسرعة وهي بتسند بإيدها على الكرسي اللي قدامها علشان ما تقعش، وقبل ما توجه الآلة لحد ناحية رقبته
وفي حركة مفاجئة ليها ومن غير سابق إنذار وقف العربية بسرعة. فجأة وقعت في الكرسي اللي جنبيه، ومن غير ما تحس شد الآلة لحد من إيدها. كانت هي حاطة إيدها في راسها بألم بسبب إنها اتخبطت في إزاز العربية بسبب الوقوف المفاجئ. فلاحظت الوضع اللي هي فيه، فبصت للشخص اللي كان باصص قدامه ومش مركز معاها، فاتعدلت وقعدت في الكرسي اللي جنبه. وبعد ثواني افتكرت اللي كانت هتعمله من شوية. حركة ذكية منك، بس أديك بقى سهلت العملية عليا وخلتني إن بصت في إيدها وهي بترمش ببلاها لما ما لقيتش الآلة الحادة موجودة في إيدها. ده واقع منك على فكرة. بصت الآلة الحادة اللي مسكها، فبسرعة قربت منه تمسكها، لكن هو بلمح البصر بعدها عنها. بلاش الحاجات دي، لأن الحاجات دي مش للبنات. في حاجات مناسبة أكتر للي زيكو، زي مثلا خواتم قطة فيها ضوافر، يعني زي مثلا بخافة الشطة والليمون، أو مثلا حطي بدل الليمون كمون عشان يكون مناسب مع الشطة كده يعني. طول عمري بشوف ناس باردين، ومنهم فيهم خفة دم تجلط الواحد، ومنهم يفقع المرارة، بس أول مرة أشوف اللي أنت جامع كل الصفات دي. أصل أنا بحب أكون فريد من نوعي. بصيت له من فوق لتحت بسخرية، وقبل ما ترجع مكانها ضيقت عينها بتركيز. قربت إيدها منه، فقال هو طلعنا جرأة كمان. ده احنا لسه بنتعرف من شوية، بس مش مشكلة يا ستي، بحب الاعتياد السريع. اعتياد ايه؟ انت بتقول ايه؟ شوفي نفسك بتعملي ايه. معلش ما خدتش بالي، بس ينفع حضرتك تشيل كده الطاقية اللي انت منزلها على نص وشك، او تنزل الياقة شوية، او تقلع النضارة حتى؟ والله حضرتك ما اقدرش، منع اللي جذب البنات. اصل انا وسيم شوية، فلازم يعني استر نفسي. انا ما بهزرش على فكرة، يعني هو انا اللي بهزر؟ اجيب لك حد من اصحابي يشهد لك بكده؟ طب ثانية على طول والله. بكام طيب؟ يا عم بطل تقل دم، تقل دمك ده عصبني. ما تشيل الطاقية اللي انت لابسها لي دي، ولا كأننا في باريس. انا مش عارفة اصلا انت ازاي لابسها ومغطية نص عينك، ولابس فوقها النضارة كمان، ومغطي نص وشك بيات الجاكيت، وحركات محمد رمضان وخفة دم محمد هنيدي. ايه العك ده؟ وقفت كلام بعد وقوف العربية وقال لها انزلي. ابتسمت وهي مش مصدقة. فعلا الرغي الكتير زي السلاح، يصدع لحد الانفجار. بصت ناحية الشباك، وقبل ما تنزل خدت بالها إنه بيتها قدامها بالظبط. اتعجبت جدا، بس فجأة بصت عليه واتصدمت. أيوة، هو نفس الشخص. ضربات قلبها بقت زايدة جدا. ما كانتش أبدا تتوقع أو حتى تتخيل إنه هو اللي هيبقى قدامها. سكتت، ما كانتش جاية لها أي جرأة إنها تتكلم بعد كل الكلام اللي دار بينهم. إيه الكسوف اللي ظهر دلوقتي ده؟ كنت متأكد 100%. متأكد؟ متأكد من إيه؟ إن جمالي بيسحر اللي قدامي. ابتسمت هي، وبعديها الوهلة افتكرت اللي كانت عايزة تقوله. هو أنت إزاي يعني عملت كل ده إزاي؟ بسيطة، ولا تعب ولا مجهود حتى. بمجرد ما طلعتي بره هوب على طول الجاكيت بالنضارة بالطاقية، وكنت حاسس كده إنك هتطلبي عربية، فجيتلك بالعربية بتاعتي على هيئة أوبر، بس كده. وده اتفاقية صغيرة ما بيني وما بين صحابك، والباقي لسه هيبان. صحابي؟ نطقت الكلمة باستغراب وكملت صحابي أنا؟ أنت متفق مع صحابي أنا؟ لا، أنا قصدي يعني إيه العلاقة اللي ما بينك وما بين أصحابي؟ يعني تعرفوا بعض من زمان؟ والله أبدا يا خالتي، مش من هوايتي يعني إن أنا أتعرف على بنات. أمال أنت اتفقت معاهم إزاي؟ محسساني إنها اتفاقية سرية خطيرة برا البلد. أنا بعد ما أنت طلعتي، أنا بعدك قبل ما تنكر رحت على أصحابك وقلنا كام كلمة وما كملناش دقيقة ومشيت. وقلتوا إيه بقى إن شاء الله؟ لا لا لا، ده سر. على إيه بالظبط؟ عليك أنتي. سكتت، لسانها ما قدرش إنه يتكلم أكتر من كده. فضلت بصاله، وبالتدريج ابتسمت ابتسامة خفيفة، نزلت عينها ببطء، ولما جت تفتح لقيته معلق العربية، أو بالأصح مقفول. فرجعت تبص ليه، فقال لها باقتناع والله إحساسي طلع 100%. على إيه؟ إنه جمالي بيسحر اللي قدامي، وده إثبات إنك مش قادرة تنزلي وتبعدي عني. بطل غرور شوية. ده مش غرور، دي وسامة، وليها سحر بتخلي العين تتشد وما تعرفش تصد. غمز لها في نهاية الكلام، فبصت هي الناحية التانية
وهي بتحاول تمنع نفسها عن إنها تضحك، فقالت وهي عينها في الشباك: طب مش ناوي تفتح ولا هنبات هنا بقى ولا إيه؟ ما عنديش مانع نبات في العربية طالما جنبك يا سيدتي الجميلة. ارتسمت ابتسامة واسعة في وشها وهي بتحاول تخفيها: بس بجد بتكلم جد بقى، افتح العربية لأني اتأخرت قوي على بيت. طب انزلي، الباب مقفول، افتحي. ما هو انت قافل من عندك. ما اظنش. بصي كده عندك، ممكن في حاجة ضغط عليه منع فتح الباب. ضيقت حاجبها وهي بتبص على الباب بعينها، فانتبهت إن الباب مقفول بقفل أمان، فبصت ناحيته تاني ورفعت حاجبها. انت كنت قاصد تعمل كده عشان عجبتك؟ خلينا افتكر كده. ايوه صح، كنت قاصد. قلت استغل بعض الوقت اللي هيروح في البيت وانا في اني اقعد معاكي واعيش الجو ده برفقة من احب. بس يعني ما كنتش متوقعة انك رومانسي وفي خفة في الدم ووسامة وجدعانة اخر كلام. عارف على فكرة ما كنتش هقول كده، بس المهم يعني اتشرفت بمعرفتك قوي وبتمنى لك التوفيق. كان مبتسم، بس فجأة اتشالت الابتسامة بالتدريج وقال: ربنا يكبر بخاطرك يا خالتي، وأنا كمان اتشرفت بمعرفتك وبتمنى لك توفيق وأيام مليانة ورد. إيه الدعاوي دي؟ طب اتضايقت ليه دلوقتي؟ ولا حاجة، ما تهتميش، يلا روح البيت عشان ما تتأخريش. طب والله لا تقولي في إيه اللي في كلامي ضايقك؟ عمالة أدي بالكلام حلو وشعر وكلام معسول وآخر جمال، ده غير المسلسل الهندي اللي حصل من شوية والأجواء الجميلة اللي عشناها. مش ناقص غير العندليب وأكمل الحكاية، وفي الآخر تقوليلي بالتوفيق واتشرفت بيك. ده حتى شرف ليا أنا يا خالتي والله. طب ما أنا مش بعرف أقول كلام حلو زيك كده يعني، أو يعني كلام متزوق. ما كنتش قلتي من الأول بقى. يلا مش مهم، انت بتصحي الساعة كام في يومك المعتاد؟ ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ مش بحب أسئلة الاستفهام في كل حاجة. بصحى على 2 3 كده. 2 3؟ أمال بتاكلي امتى على كده؟ ايه ده، هو في حاجة ولا ايه؟ لا ولا حاجة، ما تحطيش في دماغك. هزت راسها وجت تفتح الباب، لقيته مقفول، فبصت له وشاورت على الباب بإيدها: لا خلاص، دي من عندنا. فتح الباب وهي نزلت، كان المطر وقف من بدري. قفلت الباب وقبل ما تمشي رجعت تاني وقالت له: صحيح أنا معرفش اسمك كل ده. سوى قلبه سيفا وليس سيفه من حديد، وفي الميدان يقف لا يهاب، وعينه نور وعزيمته صلب، فمن هو يكون؟ بصت له برمشة عينها وقالت بابتسامة: مين هو مين؟ أنا بسألك اسمك إيه؟ ما هو ده طريق للتعريف على اسمي. فإيه هو بقى؟ ما أنا والله العظيم ما شاطرة في الألغاز عشان أعرف. طيب هو اسمك ده منتشر؟ تقريبا، أو لأ معرفش، بس ما سمعتش زيه. ما سمعتش زيه؟ إزاي يعني؟ أصلي فريد من نوعي، فاسمي نادر أكيد. طب من كام حرف؟ ما أنا لو قلت هتعرفي، بس ممكن أبسطها لك: ولا أكتر من 7 ولا أقل من 4، ومن أصول فارسية. أكيد النتيجة وضحت. هزت راسها، فهو قال وهو بيتحرك بالعربية: المرة الجاية لو سألتك ومعرفتيش شاور ناحية رقبته. أما هي فابتسمت وقالت: طب واسمي مش رنا؟ رنا نادي محمد، عندي 25 سنة، برج الحوت. عاوزاني أقول مقاس الشبشب ولا كفاية كده؟ بصيت له باستغراب. هو كان عارف هي بتفكر في إيه. عارف، فريد من نوعي ومن ذكائي كمان. شكل قعدتك مع أصحابي عرفتك كل حاجة عني. مش بالظبط، بس قولي أيوة، ومنهم من دماغي ومنهم منك. مني أنا؟ طب إزاي؟ بصي في موبايلك. فتحت تليفونها وافتكرت إنها حاطة صورتها وجنبيها اسمها، فبصيت له وهو بيتحرك بالعربية وغمز لها. مش قليل برضه. ابتسمت ليه وهو لحد ما اختفى من أنظارها، وقبل ما تمشي وقفت مكانها الوهلة بتفكير وقالت: بس إزاي المرة الجاية؟ ما فكرتش كتير. رجعت لبيتها وابتسمت ابتسامة واسعة غمرت قلبها بسعادة من اليوم الجميل اللي هي عاشته، وكانت بتتمنى لو يرجع حتى لو لحظة واحدة. دخلت أوضتها ونامت على السرير بسعادة، غمضت عينها وهي بتفتكر كل لحظة حلوة عدت عليها وهي معاه. قد إيه كان شخص لطيف ودمه خفيف. وقطعت أفكارها وهي بتهز راسها: لا لا لا، مش وسيم، شكله عادي خالص، شوية حبتين 3 4 6 كده، أساسا مش شايف نفسه قوي يعني. أصلا
إيه ده؟ أنا مش عارفة اسمه إيه. افتكرت اللغز اللي قاله لها. يكون اسمه إيه طيب؟ اسمك إيه؟ فنادت بصوت عالي: نور، تعالي هنا. جت اللي اسمها نور واللي بتكون أختها الصغيرة. عاوزاكي في خدمة صغيرة تساعديني فيها. قوليلي إيه هي؟ مش انتي شاطرة في الألغاز وكسبتي فيها كتير؟ قولي. جايبالك لغز لو كسبتي فيه هديكي 20 جنيه، تمام؟ ماشي قشطة، قوليلي. وفعلا قالت لها اللغز. قوليلي بقى، ايه الاسم ده؟ اسم راجل ولد. طب هو كم حرف؟ هو مش أكتر من 7 ومش أقل من 4. يبقى العدد 4. في الأول سوى قلبه صيفا وليس صيف. يا بنت، هو انت هتشرحي لي معنى الجملة؟ قوليلي على طول. وبعد ربع ساعة من التفكير ملت رنا من الانتظار الكتير لدرجة إنها نامت من غير ما تحس بنفسها. فقالت نور ساعتها بعد تفكير: الاسم حاجة من 4، يا فارس يا سيف يا خالد يا حيدر. أيوة، هو سيف صح. إزاي ما جاش في بالي الاسم ده؟ هو عشان مكتوب صيفا يبقى الاسم سيف؟ مش يمكن حاجة تانية؟ أصلا ممكن غالب يبقى المنتصر ويدل على العزيمة والشجاعة، يبقى هو غالب. هو أي حاجة وخلاص يا بنتي. بقولك إيه، هو سيف وقلبي كده بيقولي سيف، يبقى هو سيف. ومين سيف بقى ده إن شاء الله؟ يا أختي بقولك لغز. اطلعوا سيبيني، اطلعي بره. وتاني يوم صحيت منزعجة وهي بتفتح عينها، فمسكت التليفون اللي كان عمال يرن أكتر من نص ساعة. ما بصيتش على اسم الشخص اللي بيرن. في حد بذمة أهلك يرن على حد الساعة 11 الصبح؟ ترضاها انت على أختك ولا على أمك حتى؟ صباح الخير يا خالتي. خالتي؟ قالت الكلمة دي باستغراب. بعدت التليفون من على ودنها وهي بتضيق عيونها. شافت إن هو رقم غريب ما تعرفوش. رجعت حطت التليفون على ودنها تاني. ألو. فحصتي الرقم وتأكدني إن هو ولا لأ. هو مين؟ هوية الشخص. عرفتيها؟ الشخص مين؟ لا فوقي معايا كده يا خالتي عشان تستعدي للي جاي. خلاص عرفتك. واستعدي للي جاي في ايه؟ انا في العربية. ماشي. بقولك في العربية. ماشي يعني اعمل لك ايه؟ ما انا عارفة انك في العربية. مش سعيدة يعني؟ ايه السعادة في كده يعني؟ راكب عربية، ايه الجديد يعني؟ أمة لا إله إلا الله بتركب عربية كمان، ايه الفرحة في كده؟ هي مامتك ما قالتلكيش؟ مالها أمي؟ بتسلم عليكي. بطل رخامة بقى، هو في ايه؟ الحكاية يا ستي واللي تقريبا لسه محدش حكاها لك إن جاي عندك طالب إيد سعادتك. سكتت وهي بتحاول تستوعب الكلام اللي قاله من ثواني. قرصت نفسها تتأكد إذا كانت بتحلم ولا لأ، هي في حلم ولا في حقيقة. ها، استوعبتي ولا لسه؟ هو أنت بتتكلم بجد؟ لا بهزر معاكي وبعمل حوار. يا سيف بطل رخامة بقى وقولي كلامك ده حقيقي ولا لأ، لأني قطعها بنبرة خالية من أي معنى. إيه سيف ده؟ هو في حد قاعد جنبك ولا ايه؟ لا مفيش، انا بكلمك انت. انا ازاي يعني؟ ما فهمتش هو قصده ايه وايه معنى كلامه ده. بس ما كملتش دقيقة وافتكرت اللي عملته امبارح هي واختها. فقالت بنبرة فيها من الغرور والتكبر: نسيت اقولك ان انا عرفت الاسم، وحبيت اقولك ان انا جبت الاصعب، لان ده لغز طالع تافه قوي قوي. على فكرة انا ما قعدتش دقيقة افكر وجبت الاسم. ده انتي نهارك تين. اتوترت لا يكون الاسم غلط. ليه؟ خالتي حبيبتي، لو انتي فاكرة انا قلتلك الاسم مش اكتر من كام ولا اقل من كام. مش اكتر من 7 ولا اقل من 4. يبقى العدد كام؟ 3. نعم بتقولي ايه؟ قصدي 4، معلش اتلخبطت. وسيف ده كام حرف؟ سيف 4 حروف. ده تستعبط يا بت، 3 حروف؟ ازاي بقى وانا قلت الاسم 4 حروف؟ بصراحة لما قلت لي اللغز وفي اللغز في كلمة صيفة فقلت أكيد يبقى سيف. يا سلام، يعني لو قلت لك مثلا حمل قوة ولا تتهز كأن الحزم، فيعني كده إن أنا اسمي حازم. طب ما تريحني وقول لي بقى، لأني مش حمل فرهضة والله العظيم. اخص عليكي، أنا بشوف ناس بتعمل المستحيل عشان تعرف معلومة بس ولو واحدة عن نصها التاني، ونص التاني مش قادر حتى إنه يعرف اسمي. طب اديني. ما كملتش كلامها بسبب دخول اختها عليها وهي بتقول: ماما بتقولك اصحي بسرعه والبسي لان في ضيوف جايه على السكه. سمعت صوته في التليفون وهو بيقول: طب اسيبك انا بقى دلوقتي وجهزي بسرعه لاني فاضل لي نص ساعه كده، فالحقي اقولك
البسي يزدال واطلعي بيه، كده كده أمي ما بتهتمش باللبس. أوكي يا عروسة؟ وقبل ما تقول أي كلمة لقيت المكالمة انتهت. بصت على أختها. مين الضيوف دي يا نور؟ العريس وعيلته اللي انتي لسه قافلة معاه من شوية. هو اللي حصل ايه ده؟ أنا مش فاهمة. هو حصل كل ده ازاي؟ عادي، كأي عريس جاي، واتصل بأبو العروسة واتفق معاه وجاي يتقدم. أيوة، ده امتى وحصل ازاي يعني؟ ده أنا نمت بالليل ومفيش أي حاجة، عادي جدا، وصحيت الصبح الساعة 11. فازاي؟ مفيش. كلم بابا بعد ما انتي نمتي ووافقوا، وماما حضرت كل حاجة، وكلها ربع ساعة وجايين، وانتي حتى لسه ولا غسلتي وشك. مشيت وهي سايبة ركشنات تانية ثابتة، وهي مش مستوعبة أي حاجة من اللي حصلت وإمتى وإزاي. قامت بسرعة وطلعت بره الأوضة بتاعتها. كان أول شخص تشوفه قدامها أبوها. راحت ناحيته بسرعة. بابا، هو إيه اللي بيحصل يا بابا؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. وضيوف مين اللي جاية في وش الصبح كده؟ واحد متقدم لك يا بنتي. أيوة، يعني مين هو الواحد ده؟ يعني متقدم لي من غير ما أعرف يعني هو مين؟ زميلك في الجامعة. أنا ما عنديش زمايل في الجامعة يا بابا، وأنت عارف كده، فقول لي مين. هتعرفي بعدين، روحي جهزي يلا. لا، ما أنا مش كل ما أكلم حد يقول لي بعدين وجهزي. وأصلا إزاي توقفوا على حد ويجي يتقدم لي من غير ما تاخدوا الموافقة بتاعتي؟ هو مش متقدم لي أنا برضو ولا إيه؟ بقول لك هتعرفي بعدين. أنا ما أقدرش أقول حاجة، لأني وعدته إن أخلي كل حاجة سر لحد ما هو ما يجي ويقول لك، وأنت لحقت تعرفه عشان توعده. اعترف، اعترف وقول لي إنك تعرفه. والله يا بنتي ما سمعتش عنه ولا شفته ولا كلمته غير امبارح، ومن مكالمتي ليه حسيت إن هو شاب طيب وجدع، ولقطة في الزمن اللي احنا فيه ده. لقطة؟ ليه؟ مهند؟ ولا هو أكيد شاب. سكت الثواني وقالت بمكر. بقولك إيه يا بابا، أنا موافقة على العريس، بس تقدر تقولي عنه أي حاجة؟ اسمه؟ اسمه ها؟ عمره؟ عايش فين؟ وركز لي على اسمه. طبعا، 32 سنة وعايش في الجيزة. جميل. واسمه إيه يا بابا؟ معرفش بصراحة. نعم؟ إزاي يعني؟ واحد جاي يتقدم لبنتك وما تعرفش اسمه إيه؟ ده إزاي إن شاء الله؟ معرفش حاجة، وسيبيني دلوقتي لأني مشغول، والحقي اعملي حاجة في نفسك لأنهم زمانهم على وصول. بس كلوب دي، وفي نفس الوقت شافت مامتها معدية من جنبها، فمشيت وقالت ست الكل يا أغلى ما عندي، اسمي اللي متقدم لي إيه؟ سيبيني دلوقتي بالله عليك يا رنا، لأني زي ما انت شايفة كده راحة جاية برتب المكان، يا إما تروحي تجهزي وتعملي أي نيلة في نفسك وتيجي تساعديني، بدل ما انت عمالة بتلفي وتدوري في نفسك كده، وفي الآخر ولا هتكسبي ولا تاخدي حاجة. سابتها رنا وهي بتدبدب في الأرض بضيق، فسمعت أختها نور وهي بتيجي عندهم تقول الضيوف وصلوا يا ماما. بصت لها بصدمة. نعم؟ احلفي. جريت بسرعة تحت ابتسامة نور الخبيثة اللي كان قصدها عشان تبطل تفكير كتير وتشوف نفسها. بعد مرور ربع ساعة الباب خبط. الضيوف كانوا جم، واللي استقبلهم أبو رنا وأم رنا بابتسامة مرحبة جدا. أما هي فكانت قاعدة في أوضتها عمالة بتظبط نفسها. بمجرد ما سمعت صوت خبط الباب حست بتوتر رعشة في إيدها، رغم إنها مش أول مرة تشوفه، بس الشعور المرة دي مختلف تماما عن اللي فات. دخلت أختها نور عليها. إيه ده؟ هو أنت لسه ما خلصتيش؟ لا خلصت وطالعة أهو، بس أنت ما حطيتيش ميك اب خالص. لازم في أول مقابلة يشوفني بطبيعتي من غير ولا أي نقطة حاجة. أول مرة برضو، قالت أختها نور بخبث وهي بتغمز لها، فبعدتها رنا عنها. يا لهو عليكي، فعلا الواحد لازم يخلي باله من كل كبيرة وصغيرة وهو معاه أخت صغيرة، ودانها زي الفيل وعينها زي البومة. شبهك كده صح؟ تجاهلتها رنا بعد ما سمعت صوت مامتها وهي بتنده عليها عشان تطلع تسلم على الضيوف. هزت راسها ليها رنا وطلعت معاها بابتسامة خجولة، كانت بترحب بيهم. وبعد ما خلصت قعدت جنبه وهي بتبصله بابتسامة بسيطة، فقال غريبة يعني، سلمتي على كل الموجودين وتسيتي تسلمي عليا رغم ان انا العريس. معلش، هعوضها لك المرة الجاية. المرة الجاية ليه؟ هو انا هتقدم كم مرة؟ فكك بقى وقولي بقى، لان الموضوع معلق في دماغي، عملت كل ده ازاي؟ طب مش تشربيني حاجة الاول؟ قولي الاول وهطفح قصدي وهشربك اللي انت عايزه. بسيطة، القعدة اللي انت قعدتيها مع اصحابك خدتي فيها رقم ابوكي وكلمته، واصحابك برضو كلموه واقنعوه
وأقنعه بيا، وهو اتكلم معايا يجي ساعة وارتاح لي، واتفقنا إنه ما يقولش حاجة، لا هو ولا حد من عيلتك، وبس. يعني كنت طبخينها سوا ومخططين لكل حاجة من ورايا، حتى اللعبة؟ مش بالظبط أوي كده. وإيه البدلة اللي أنت كنت لابسها دي؟ ولا البدلة، إيه اللون ده؟ على فكرة بعتلك رسالة على الواتساب إنك تلبس رصاصي عشان نكون مطقمين مع بعض. الكحل اللي أنت لابسه ده إن شاء الله كنت عايزاه أنزل من العربية وأروح أشتري بدلة ولا ب2000 جنيه وأجيلك عشان أرضي سعادتك ونكون مطقمين سوا؟ ده لو كان الأساس زمان شباب وقاعدة في البيت وبلاها جواز، وكمان انت عارفة ان انا صارف كام في البدلة اللي مش عاجبة حضرتك دي. والله يا اخويا ما يهمنيش بكام ولا بخامة ايه، انسى. انزل ازاي انا صورتي دلوقتي على الفيس ولا على الانستجرام يعني؟ قولي بقى كده انك مش فارق معاكي لا جواز ولا خطوبة ولا بتاع، والمهم الصورة اللي هتنزل على الانستا والواتساب. طبعا، وهو الجواز هنستفاد منه ايه في الاخر يعني، غير شيل مسؤولية وطفح المر وبيت، ده غير تنظيف وحمل وتربية وزعيق، ده غير خناقات، ما انا قاعدة في بيت ابويا متهنية ومرتاحة من غير حلق وتعب. وفضلوا يتكلموا مع بعض ما بين شد وجذب لحد ما خلص الأمر، وبعد وقت قصير من الزمن انتهى بكتب كتاب عشان يعيشوا مع بعض في سعادة وطمأنينة. رغم انه احنا خلاص اتجوزنا، بس عايزة اعترف لك بحاجة، انه احلى ايام عشناها سوا كانت فترة الخطوبة. كانت كلها اجواء جميلة، مشاعر صادقة وروعة يا زمن. قصدك ان انا مشاعري دلوقتي بقت مزيفة ولا ايه؟ لا لا يا بنتي، قصدي يعني كانت لسه برضه ما كناش نعرف فيها بعض قوي. كنتي خجولة وكتكوتة على نفسك كده. ودلوقتي بقى بقيت زي سيد قشطة. عارف؟ قول يا حبيبي ما تتكسفش، حقك، ما هي الجوازة هي تمت، هي أصلا كانت غلطة من الأول. يا روحي إني معرفتي بيكي متأخر هي أكبر غلطة، إن أنا معرفتش القمر ده من زمان. كان أحلى كافيه وأحلى صدفة، وأحلى حاجة إن إحنا اتقابلنا سوا. أحلى جو هندي عشناه في العربية بنزول المطر كان أجمل يوم، دايما حفره في قلبي. والله يوم بتمنى إنه يتعاد مليون مرة وما زهقش منه. بجد كانت أحلى لحظات. صح يا رنا؟ عرفتي اسمي إزاي؟ حلمت إني لا أعرف الحكاية القديمة دي، وخشيني بالحقيقة بقى، لأن مش داخل دماغي كلام إنك نمتي وحلمتي إنك راكبة حصان أبيض وماسكة في فارس شعره أشقر، فعرفت إن أنا اسمي فارس، والكلام اللي ما يدخلش دماغ طفل أصلا ده. فقولي بقى عرفتي إزاي؟ بس على فكرة أنا حلمت بكده فعلا وقبل ما تكمل كلامها قطعها تاني وقلب ملل. طب بس يا خالتي، وأساسا مش بعيد يكون روميو وإنتي ماسكة فيه كأنه جولييت، فمن غير كلام كتير قولي عرفتي إزاي؟ من التليفون، زي ما انت عرفتي اسمي من تليفوني انا كمان عرفت اسمك من تليفونك. ساعتها لما انت اتقدمت لي وكنت فاتح الفيس على صفحتك وظهر اسمك فارس أسامة، عملت نفسي معرفش لحد تاني يوم حلمت بالحلم ده واتحججت بالحجة دي وبس. تمام كده، واحدة بواحدة. بس أنا معظم المعلومات عرفتها من غير مساعدة حد غيرك انتي. طب ما أنا في معلومات عرفتها عنك كمان من غير مساعدة حد. وإيه هي بقى؟ إن أنا كنت بستنى فارس أحلامي بشوق، وجيت غريب في البداية، لكن قربك من قلبي بقيت أكتر من مجرد شخص عادي، بقيت حبيبي. بحبك يا فارس، وأنا بحبك يا مجنونة. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل جديد. استنونا إن شاء الله الحكاية الجاية. أشوفكم على خير. طاهر راجع يا فيروز، هتعملي ايه؟ هتخبي ابنه ازاي؟ اكيد هيقولوا له ان سليم ابنه. طيب لو احنا سكتنا جدي اكيد هيقول له. فيروز اتكلمت بخوف. لا 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 لا، مش هيعرف. جدي وعدني ان هو مش هيقول له. عدوا 4 سنين وما قالهوش. مش لازم يعرف يا سهى، ارجوكي. طيب اهدي بس فكري معايا، لما يسأل مين ده وابن مين هنقول له ايه؟ فيروز فكرت شوية وبعدين قالت بسرعة، هنقول له ابنك. ايوه هو ابنك، قولي له عرفت انك حامل بعد ما هو مشي وما جاتش مناسبة ان احنا نقول له. ارجوكي يا سهى. ماشي، هي فكرة،
بس يعني سليم ممكن يناديكي قدامه. لا مش مهم، سليم أنا هبقى أتصرف معاه، المهم ما يعرفش. ده ما عندهوش ضمير، شفتي عمل فيا إيه؟ ده ممكن ياخده مني، ده أنا ممكن أموت فيها يا سهى. بعد الشر عنك يا حبيبتي، انتي بس اهدي كده واتكلمي مع جدي ومع سليم، وأنا هتكلم مع كريم جوزي. هو صحيح مسافر، بس يعني أحسن لما يرجع فجأة قبل ما طاهر يمشي. تمام، أنا أروح أكلمه حالا. وفعلا نزلت فيروز هي وأختها وحكت لجدها اللي ناوي عليه. جدها راجل كبير في السن، قال بحزن: يا بنتي طب ما نغزي الشيطان وأنا أكلمهولك وأخليه يبوس على راسك ويعتذرلك عن اللي عمله وتربوا ابنكم سوا. انت بتقول ايه يا جدي؟ ده أنا لو حياتي كانت هتقف على مسامحته دي أنا مش هعملها. لو هموت أحسن من إنه يسامحني. أنا مش هنسى أبدا اللي عمله فيا. وانت يا جدي وعدتني إنك تقف معايا، وعدتني كمان تطلقني منه. أنا لازم أتطلق. حاضر يا بنتي، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي المطار كان قاعد شاب شيك جدا، عنده 35 سنة، جذاب بملامح حادة، قعد في انتظار الطيارة. جت بنت جميلة وقعدت جنبه. هي الفيوم دي بعيدة أوي يا طاهر؟ لا مش كتير، إن شاء الله مش هنطول، بس المهم ما نطولش هناك، تطلق البنت اللي هناك ونرجع على طول. ندى، أنا رايح أشوف جدي وأفضل كام يوم معاه وهطلقها بالمرة، يعني أنا مش رايح مخصوص عشان الطلاق، فمش كل شوية تقولي لي طلقها. طيب وأنا قلت إيه يعني يا حبي؟ أنا غلطانة يعني إن أنا بغير عليك؟ غيري براحتك، بس من غير ما تضايقيني. قعد على الكرسي وغمض عينه، كل لما بتيجي سيرتها بيفتكر لحظات ما غابتش عن باله يوم واحد من ساعة فرحه عليها. خلينا نرجع فلاش باك ونعرف إيه اللي حصل. دخل الأوضة بغضب شديد، بس اتفاجئ بيها على السرير. كانت لابسة قميص مكشوف، شكلها كان مغري جدا لأبعد الحدود. طفلة ما كملتش 18 سنة، لكن أنثى بكل ما تحمل الكلمة. قرب منها. فيروز وقفت بفرحة وقربت منه وابتسمت ابتسامة تجنن. نعم يا ابن خالي. طاهر حاول إنه يهدى قدام جمالها بس ما قدرش. انتي ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ فيروز بصت له بفرحة. ها، حلوة؟ طاهر شدها ليه بقوة جدا. تجنني. طاهر أنا من زمان وأنا بحبك قوي، وكنت كنت بتمنى إن احنا نتجوز. بتحبيني؟ هو انت لحقتي أصلا إنك تحبيني؟ بصيلها من فوق لتحت. أنا كمان بحبك قوي وهثبتلك حالا. قرب منها برقة. فيروز اتكلمت. طاهر بالراحة، ابعد عني. طاهر أول ما قالت له كده اتجنن أكتر. حاضر يا حبيبتي. شالها وراحوا هما الاتنين في عالمهم الخاص وعاشوا مع بعض أجمل لحظات. وتاني يوم الصبح قام من النوم وهي كانت نايمة، اتنهد بضيق شديد من اللي عمله ولعن نفسه ولعن غباءه 1000 مرة. قام حضر شنطته. فيروز قامت بصت له باستغراب. صباح الخير يا طاهر، انت بتعمل ايه؟ طاهر ما بصلهاش. انا مسافر، انا رجعت بس عشان وصية ابويا اننا نتجوز، بس ادينا اتجوزنا وخلاص. بصيت له بدهشة. يعني ايه؟ يعني انت عندك شغل وهترجع مش كده؟ لا، انا مش راجع تاني، انا بحب واحدة وهنتخطب، وجوازي منك ده شيء اتفرض عليا، انسي موضوعنا خالص وما تحلميش بيه. سحب شنطته وهيمشي، بس هي ساعتها قربت منه ووقفت قدامه. انت بتقول ايه؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ ها؟ طيب حد زعلك؟ طيب طاهر أرجوك خلينا نتفاهم وقول لي مالك. فيروز، أنا مش بحبك ومستحيل إن أنا أحبك. أنا عندي طموحاتي، حياتي كلها سفر ومغامرة. أنا مستحيل إن أنا أدفن نفسي معاكي في بيت وعيال. أنا مش هقدر أعيش الحياة دي، سامحيني يا فيروز. نزلت دموعها وقالت بصدمة: بس أنت امبارح قلت لي أنت. كانت لحظة ضعف أو رغبة، تقدري تسميها أي مسمى غير اللي وصلك. أنا هسافر، ولما يعدي فترة على جوازنا أنا هطلقك، كده آخر حاجة ممكن أقدمها لك. قال كلامه منتهى البرود كأنه بيقول لها صباح الخير، وبعدها سابها ومشي. سابها منهارة ومصدومة من اللي حصل. فاق طاهر من شروطه على إيد ندى وهي بتهزه. طاهر، أنت رحت فين؟ يلا الطيارة هتطلع. قام طاهر هو وندى وطلعوا في الطيارة وراحوا على بلد جده. وفي البيت كان الكل منتظر طاهر.
حتى فيروز رغم إنها مش طايقاه بعد اللي عمله معاها، لكن كان عندها فضول تشوفه وتشوف البنت اللي هيخطبها. لبست لبس هادي جدا، دريس رقيق متفصل على عودها الجميل، سيبت شعرها زي العادة على أكتافها. كانت جميلة جدا، كانت بتحاول تبين جمالها بس بطريقة بسيطة، مش عايزة اللي حواليها ياخدوا بالهم بإنها مهتمة. جت بنت صغيرة عندها 12 سنة، دي نانسي بنت سهى الكبيرة. وصلوا يا جدي، وصلوا. الجد ساعتها وقف بفرحة شديدة لأن دي أول مرة يشوف حفيده من 5 سنين. فيروز حطت إيدها على قلبها اللي كان هيطلع من مكانه. دخل طارق بطلته اللي كانت تأسر القلب وتقدم عليه جده اللي حضنه بشدة. طاهر كمان كان مشتاق له قوي. وحشتني يا جدي، وحشتني قوي. انت أكتر يا غالي يا ابن الغالي. سهى كانت عيونها على البنت اللي دخلت معاه، كانت جميلة زي عارضات الأزياء، لابسة بنطلون جينز وطوب كان ضيق جدا، بتبص للمكان بقرف حواليها. طاهر سلم على الكل، سلم على سهى وأولادها نانسي وخالد، وطبعا سليم اللي أصلا ابنه وقف ثواني قدامه بقى بيبصله باستغراب من الشبه الكبير جدا اللي بينهم. معقولة؟ معقولة أنت ابن كارم؟ غريبة، أنت ما تشبهلهوش خالص. الكل اتوتر وسليم قال ببراءة صحيح أنت تشبهني أكتر. طاهر بصله باستغراب وسهى قالت بسرعة وفيها إيه دي يعني يا سليم يا حبيبي؟ ما هو أنكل طاهر يبقى ابن عم باباك وابن خالي، يعني طبيعي يبقى شبهك. ابتسم طاهر باستغراب وقال جايز. مرر عيونه في المكان، كانت واقفة هي في زاوية بعيد عنهم. أول ما بصلها بعدت عيونها بسرعة، ابتسم بسعادة من جواه على منظرها الجميل البسيط. كبرت وبقت أنثى بكل معنى الكلمة، جمالها زاد أضعاف. اتنهد وقلب ابتسامة. ازيك يا فيروز؟ ابتسمت بالعافية. الحمد لله على السلامة. يلا يا ولاد تعالوا معايا يلا عشان أنيمكم. راحوا معاها الأطفال التلاتة، هي متعودة بتنيمهم وهم التلاتة مع بعض. اتنهد طاهر وبص لضيفها بابتسامة وقال كبرت فيروز، كبرت وحلوت، بس شكلها لسه شايلة مني. جده بص للبنت اللي جايبها معاه وقال بضيق لا ملهاش حق. ياه، دي مش هي لوحدها اللي شايلة مني بقى يا جدي. وبص لسهى، معلش يا سهى خدي ندى وخليها تريح، أنا محتاجة أتكلم مع جد شوية. سهى بصت لندى بضيق وقالت تعالي يا أختي، تعالي عشان تريحي وهو تلبسيلك حاجة واسعة بدل اللي كاتم على نفسك ده. ندى فعلا طلعت معاها وطاهر ضحك على سهى وكلامها. بص لجد وقال ها، معقولة يا جدي؟ جدي رجالي لسه زعلان مني؟ لا، وانت عملت حاجة تزعل؟ يا جدي، يا جدي مش انت صاحب الفكرة دي كلها من أولها؟ انت وبقى وبابا الله يرحمه انتوا السبب. مش قلتوا اتجوزها زي ما كان متجوز أختها عشان ما تضطرش تسافر عند أعمامها وعلشان ما ياخدوهاش بعد ما توفت مامتها؟ زعلان ليه دلوقتي؟ انت عارف أنا زعلان ليه؟ أنا زعلان عشان أنا اشترطت عليك لو هتتجوزها عشان تنفذ وصية أبوك وتعمل برغبتي يبقى ما تقربش منها وما تلمسهاش، تتجوزها وتسافر براحتك وتتجوز وتعمل كل اللي انت عايزه. تقوم حضرتك تدخل عليها وتكسرها كده وتمشي؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. ما هو أنا كنت ناوي أعمل كده، بس أنا ضعفت. أنا ساعتها ما قدرتش أقاومها. أنت مش شايفها عاملة إزاي؟ أنا ما كنتش حابب إنه يحصل كده، بس ضعفت. أنت اللي شفت بنات بعد شعر راسك، ضعفت. طب والغلبانة دي اللي ما فكرتش غير فيك طول عمرها، ما فكرتش فيها؟ نهايته فيروز تبقى حفيدتي بنت بنتي زي ما أنت ابن ابني. أنا اتحايلت على المرحوم أبوه عشان يتجوز بنتي هنا معايا عشان ما تغيبش عني. ربيت فيروز على إيدي، مش هاجي دلوقتي وأكسرها عشانك. أنت تطلقها وتروح تتجوز اللي أنت جايبها معاك دي، أو تتجوز غيرها، أنت حر. المهم تطلق البنت وتسيبها تشوف حياتها. بعد عنه شوية وقلب خبز. العرسان بتتقدم لها كتير ولازم تتطلقوا الأول عشان تشوف نصيبها. تشوف إيه؟ هو أنت هتجوزها يا جدي؟ جده ابتسم وبصله باستغراب. طبعا هجوزها، البنت صغيرة لازم تتمتع بشبابها، ده يضايقك في حاجة؟ طاهر خد باله إن هو انفعل، حاول يهدى وقال أبدا، بس افتكرت إنكم عايزينها معاكم ومش عايزينها تبعد عن هنا. لا ما تقلقش، ما أنا أكيد هجوزها واحد من هنا وقريب من هنا قوي، وكمان عينه منها كتير.
اللي مستنيها تتطلق كتير وواقفين على أحر من الجمر، هي بس اللي تختار. طاهر اتضايق جدا وما كانش عارف ايه اللي خانقه كده. تمام، أنا أطلع ريح، أصلي تعبان، نبقى نتكلم بعدين يا جدي. طاهر طلع وراح ناحية أوضته، بس جات عينه على أوضة فيروز. افتكر الليلة اللي قضوها سوا كانت في أوضتها. ابتسم وقرب من الأوضة وفتحها ودخل. بقى بيدور فيها وافتكر كل لحظة بينهم. نام على السرير وبص جنبه وابتسم لما افتكر ملامحها. ولسه هيقوم اتفتح باب الحمام وخرجت فيروز وهي بتنشف شعرها. فيروز كانت لفة الفوطة حوالين جسمها ومش شايفاه، بس طاهر اتجمد مكانه من منظرها. فيروز لسه هتتحرك شافته في وشها، اتصدمت، لسه هتصرخ، بس هو كان قرب منها وحط ايده على بقها. اهدي. بقى بيتأمل جمالها. هنا فيروز الغضب بان في عيونها، وطاهر قال: ليه الغضب ده كله بس؟ انتي لسه شايلة مني؟ زعلانة عشان مشيت ولا علشان كنت معاكي قبل ما امشي؟ فيروز ما كانتش عارفة تتكلم من ايده اللي على بقها. طاهر بص في عيونها. يا بنت عمتي، عيونك ما يتنسوش ابدا، كلك ما تتنسيش. هنا فيروز استجمعت قوتها وعضته في ايده اللي على بقها. طاهر سابها واتألم جامد. يا مجنونة، انتي لسه بتسنني ولا ايه؟ اطلع من اوضتي حالا، لحسن والله لانده على جدي وافضحك قدامه وقدام حبيبة القلب. طاهر ضحك جامد وقعد على السرير ببرود وقال لها: شكل حبيبة القلب مضايقاكي جامد. على العموم انا متأكد ان مش هون عليكي تعملي كده. عارفة ليه؟ فيروز ما كانتش بترد، بس بتبصله بغضب. طاهر قرب ووقف جنبها. عشان انتي لسه بتحبيني، واضح ان في عيونك ومعاكي حق، انا ما تنسيش. قلت لك اطلع حالا، اطلع بره احسن لك. ليه؟ خايفة اتأكد من اللي بقوله؟ انت واحد مغرور، انا نسيتك اصلا من اول يوم، ما تضحكش على نفسك. طب مساعدة تثبتي اللي بتقوليه ده؟ عندك القوة لكده؟ فيروز بصت له باستغراب مش فاهمة يقصد ايه. اثبت ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ بس قبل ما تكمل كلامها كان هو مشتاق ليها، قرب منها، بس هي ما استسلمتهوش، بعدته عنها بقوة. تصدقي وحشتيني فعلا؟ فيروز كانت كارهة نفسها لأبعد الحدود، وفجأة وفي لحظة ضعف عيطت بشدة. طاهر استغرب. في ايه؟ بتعيطي كده ليه؟ فيروز، احنا متجوزين وبعدين… لا مش متجوزين، احنا مش متجوزين. انت ما بقيتش جوزي من يوم ما سبتني يوم الصباحية، يوم ما كسرت قلبي ودوست عليه ومشيت. انا ازاي سمحت لك اصلا انك تقف وتتكلم معايا كده او حتى تعمل كده؟ انت مش من حقك تقربني، فاهم؟ اطلع بره، اطلع حالا يلا. اهدي يا فيروز، اهدي، ما حصلش حاجة لكل ده. فيروز بصت له بغضب شديد وقالت بدهشة: ما حصلش حاجة؟ فعلا ما حصلش حاجة، معك حق. ولا ايه اللي جابك يعني؟ جيت ليه؟ عشان تستغل حبي وضعفي؟ عشان تاخد مزاجك مني وتمشي؟ ايه؟ راجع ليه بعد 5 سنين؟ ما افتكرتش انك اتجوزت واحدة هنا هنتها ووجعتها؟ عارف يا طاهر، انت معك حق، فعلا ما حصلش حاجة. اتفضل اخرج برا بدل ما الم عليك البيت، ومش هتسهل معاك ابدا. طاهر اتنهد ومشي ناحية الباب وقال: انا خارج، بس علشان مش خايف من جدي ولا عشان اي حد، انا هخرج عشانك، حاسس انك مش قادرة تفضلي معايا في مكان واحد. وبعد عنها وبص لعيونها اللي كانت بتترجى ان هو يخرج، وابتسم ابتسامة حلوة. حلو الحب في عيونك يا بنت عمتي، رغم ان انا ما استاهلهوش. قال كده وطلع، وفيروز قفلت الباب وراه بسرعة وقعدت بتعيط بحزن كبير. وتاني يوم الصبح كان الكل نزل عشان يفطر، وكانت فيروز بتحضر الفطار هي وسهى. خد سليم وقعدي يفطر مع الولاد وانا هجيب باقي الاطباق. سهى قالت: حاضر، يلا يا سليم. بس سليم وقف جنب فيروز وقال: ماما. فيروز بصت له قالت له: نعم يا حبيبي، هو انت مش عايزاني اقولك يا ماما قدام عمو طاهر ليه؟ فيروز اتوترت وبصت لسهى، ولسه هترد دخل طاهر وقال: انا بحبك يا فيروز، بحبك قوي. فيروز اتصدمت من اللي سمعته. ايه؟ بتحبني؟ طاهر بص لعيونها بعشق. ايوه بحبك، بدمني كمان، مش بحبك بس. انا ما بقيتش عايز اقعد دقيقة من غيرك، سامحيني على اللي فات وخلينا نبدأ صفحة جديدة، أرجوكي، أنا ندمت على اللي عملته فيكي. فيروز سحبت إيدها وقالت بدموع: مش هينفع يا طاهر، أنا مش هقدر أنسى اللي أنت عملته فيا، أنا مش هقدر أكمل معاك.
سيبني في حالي بقى الله يخليك. أنا حبيتك يا فيروز، أرجوك اديني فرصة. أنا جوايا نار بتحرق في قلبي من ساعة ما عرفتي بالعريس اللي متقدم لك. أنا مش قادرة أتخيل إنك تكوني مع حد غيري، مش قادر. أنا طول الفترة دي كنت بحاول أنساكي، بس ما كنتش قادر أبدا إن أنا أنساكي. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني وخلينا نرجع زي ما كنا. فيروز نزلت راسها في الأرض وما ردتش. طاهر اتنهد وقال ماشي يا فيروز، براحتك. أنا مش هقدر أضغط عليكي أكتر من كده، بس لو ليا أي خاطر عندك حاولي إنك تسامحيني. أنا هبعد عن طريقك وهسيبك تختاري حياتك مع حد يستهلك. طاهر قال كده ومشي ولسه هيطلع من الأوضة. فيروز قالت مفيش حد يستاهلني غيرك يا طاهر. طاهر بصلها ومش مصدق نفسه، وفيروز كملت وقالت ولا حد يملى عيوني وقلبي غيرك مهما أذتني. هنا طاهر ابتسم وسط دموعه وقلبه كان بيرقص من السعادة. جري عليها ونسي كل مشاكلهم سوا واستسلموا لرابط الحب اللي ما فرقهمش رغم كل السنين. طاهر أخدها من إيدها ولسه هيطلع بيها. فيروز قالت هنقول لهم إيه؟ وخطيبتك؟ أنا لسه ما خطبتش، دي يا دوب واحدة لسه متعرف عليها. نعم؟ يعني إيه متعرف عليها يعني؟ انت فهمتي إيه؟ قصدي يعني إن إحنا اتفقنا إن إحنا نتخطب، بس مفيش أي حاجة رسمي. انت خليكي ماسكة إيدي وما تقلقيش من أي حاجة. فيروز ابتسمت بحب وقالت أنا مش هسيب إيدك أبدا، أصل أنا ما صدقت إن أنا أمسكها. طاهر ابتسم بحب وعينه بيلمعوا من فرحته بيها. خرج وهو ماسك إيده بقوة. نزلوا عند جدهم اللي أول ما شافهم ابتسم وقال الحمد لله. ندى بصت لهم بغضب ولسه هتتكلم. طاهر قال جدي أنا قررت إن أنا مش هطلق مراتي، هفضل معاها. أنا بحب فيروز ومش عايزة أسيبها. سهى هنا زغرتت بفرحة وجده ابتسم وقال أيوة كده، هو ده حفيدي، مبروك يا حبايبي. طاهر ابتسم وندى قالت طب وأنا يا طاهر؟ سامحيني يا ندى، بس عمرنا ما كنا هنعرف نعيش وبينا طرف تالت، وفيروز بينا من أول يوم وأنا مش قادر أبدا إن أنا أنساها. بصيت له بغضب. أنا كنت متأكدة أصلا، كان واضح كل ما أجيب لك سيرة الطلاق يركبك 60 عفريت. هو أنت فاكر إنها بتحب؟ لا فوق يا باشا، الهانب بتخدعك وبتضحك عليك. طاهر بصلها باستغراب وندى قالت مراتك الحلوة مخبية عنك أكتر حاجة ممكن تسعدك، مخبية عليك أهم حاجة في حياتك، ولو كنتوا اتطلقتوا كانت هتفضل مخبياها. هي إيه الحقيقة اللي أنت بتقولي عليها؟ فيروز اتجمعت الدموع في عينها وقالت أنا كنت هقول لك وقطعتها ندى. كنت هتقولي له إيه؟ إمتى؟ لما يسافر أو ما يشوفش ابنه تاني؟ ابني؟ أيوة يا طاهر، سليم ابنك. أنا سمعت سهى بوداني بتوصيه ما يغلطش ويقول قدامك إن فيروز أمه، الولد ابنك ومخبيين عنك. والله أنا كنت خايفة أقول لك تاخده مني وتحرمني منه زي ما حرمتني من وجودك في حياتي. أنا كنت خايفة يا طاهر، أنا ما قصدتش أي حاجة، أرجوك افهمني. أنا عارف يا فيروز، أنا عارف إن سليم ابني، حسيت من أول يوم وسألت جدي وقال لي إيه؟ عارف؟ أيوة، وسليم كمان عارف إن أنا أبوه. كل يوم كنت قبل ما أنام أروح أقعد معاه في أوضته. أنا فهمت خوفك من إني أعرف، وأنا السبب في خوفك ده. زمان كنت أمانك الوحيد، ولما عرفت إنك مخبية عني من خوفك مني ساعتها عدت حساباتي كلها. أنا غلطت يا فيروز، حقك عليا، أرجوكي سامحيني. فيروز ابتسمت بدموع مسامحاك ومش عايزة غيرك من الدنيا. ندى سابت البيت ومشيت بغضب، ما قدرتش تستحمل. والجد ابتسم بسعادة وأخد سهى ومشي وسابوهم لوحدهم. طاهر ساعتها قرب منها وقال لها جدك بيفهم، مشي، ما تفهم انت بقى وخلينا نطلع نريح، في موضوع بقى له سنين هموت واقولهولك، يلا قبل ما الوقت ما يجي. فيروز ضحكت جامد وضربته في صدره بخفة. مالكش امان، انا مش طالعه معاك الاوضه. وانا مش هنزل من الاوضه تاني، اوعدني انك مش هتسيبني ابدا عمري، وطول ما انا بتنفس هفضل معاكي، هنسيكي كل السنين اللي فاتت، هننسى كل حاجه، هتفضلي حبيبتي وبنتي وكل عيلتي، وانت هتفضل قلبي وكل حياتي وحب طفولتي وعشقي الطاهر اللي ما قدرتش انساه يوم. ولحد هنا انتهت حكايتنا. اتمنى الحكايه تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه. يا ريت تتاكدوا انكم فاعلين الجرس على الكل
عشان يوصلكوا إشعار أول ما أنزل الجديد، واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير.